مساء الخير، ازيكم؟ كل سنة وانتم طيبين. بدأنا بقى تجهيزات رمضان. رمضان على الأبواب، اللهم بلغنا رمضان. تعالوا بينا نعمل عصير برتقال بالجزر بطريقة حكاية خطير بجد يا جماعة، مفيش أطعم ولا أحلى من كده. أسهل طريقة على الإطلاق، تقدري تعملي أكبر كمية وتحطيها في الفريزر أو في التلاجة. هتنزل على الاستخدام على طول في الكوباية، مفيش أحلى من كده. نحضر الجزر بتاعنا. أنا هعمل الكمية 2 كيلو جزر و5 كيلو من عصير البرتقال او من البرتقال بمعنى اصح، تمام كده. والكميه طبعا دي بتاعتك انتي، على حسب رغبتك تقدري تضافي او تقللي المقدار، كل واحد على حسب احتياجاته. الجزر مهم جدا مع عصير البرتقال، اولا بيديله قيمه غذائيه عاليه جدا. ثانيا بيظبط اللون بتاعه بشكل مش طبيعي، بيبقى زي كده بتاع الكافيهات والمحلات بالظبط. هنقشره كويس ونقطعه شرايح بالشكل ده. هنخلص الكميه بتاعتنا بنفس الطريقه. انا اسمي مروه، لو اول مره تشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي جرس التنبيهات عشان ان شاء الله يوصلك اشعارات بوصفاتي الجديده. البرتقال بتاعي بقى كان عباره عن سكري وكمان بلدي، تمام. هنقشره كويس جدا بالشكل ده. هنشيل القشرة التخينة دي وهنشيل كمان القشرة البيضة، وده مهم جدا عشان يدينا النتيجة المظبوطة اللي احنا عايزينها. ما تنسوش تفعلوا جرس التنبيهات عشان ان شاء الله يوصلك اشعارات بوصفاتي الجديدة. هنحضر بقى الكمية بتاعتنا، جهزت معانا الجزر وكمية البرتقال بتاعتنا كلها قشرناها. زي ما انتوا شايفين كده، هناخد واحدة واحدة بقى ونقطعها شرايح رفيعة. بما ان البرتقال ده سكري وبلدي فبيكون فيه بذر، تمام. هنشيل البذر بكل سهولة لانه اوريدي متقطع شرايح، فهيتشال معانا بكل سهولة. والخطوة دي مهمة جدا عشان مش عايزين اي مرارة في العصير بتاعنا. هنخلص بقى البرتقال بتاعنا كله بنفس الطريقة، مفيش اسهل ولا اطعم من كده. انا عجبني الحقيقه قوي شكل البرتقال مع الجزر، مبهج جدا، خطير. فما تركزوش قوي، انا كنت بلعب في الخطوه دي، تمام كده. التجهيز بتاعه مفيش اسهل من كده. قشرنا وقطعنا في حله بقى مناسبه، هننزل بالجزر بتاعنا زي ما انتوا شايفين، وهننزل كمان بكمية البرتقان بتاعنا. انا عملت زي ما قلت لكم 2 كيلو جزر على 5 كيلو برتقان. انا عملت عليهم 3 كوبايات من السكر، والسكر ده اختياري، تقدري تضيفيه اكتر من كده، يعني لحد كيلو تقدري تحطي على الكمية دي. بس انا الحقيقة بحب السكر قليل، تمام. ده طبعا اختياري. على النار بقى بياخد من نص ساعة لساعة الا ربع، وبعد كده تضربيه في الخلاط او بالهاند بلندر. القوام عايزاه يكون كريمي جدا بالشكل ده، سايل قوي. هو بيكون تقيل كده في نفسه لانه مركز جدا. هبتدي بقى احط في كوبايه التقديم بتاعتي نص الكميه بالظبط او تقريبا تلتها، تمام. وهكمل بقى الباقي ميه متلجه. هنقلب كويس جدا بقى، وهتشربي اطعم واحلى عصير. ريحته اولا اصلا حكايه، ريحه الجزر مع البرتقال عامله شغل عالي جدا، لازم بجد تجربوه بنفسكم. الطعم فعلا حلو قوي، خطير. حلو قوي ان انتوا تحتفظوا بيه بقى في التلاجة او في الفريزر، مفيش احلى ولا اطعم من كده. رمضان بجد ما يحلاش من غير العصير ده. لازم تجربوه وتقولوا لي رايكم. اشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده. باي باي.